أهلا بحضراتكم. معاكم سلوى زهني في برنامج حكايات على راديو حكاية. الحقيقة النهاردة عايزين نتكلم مع بعض على حاجة أنا لاحظتها. إحنا ليه يا جماعة، ليه بجد، ليه بنتكسف نتكلم عن مشاعرنا؟ ليه بنكتب مشاعرنا؟ ليه؟ صدقوا إن في ناس كمان بتتكسف تقرأ يمكن قرآن قدام ناس، يقولك لا أنا أصلا بتكسف. لكن على فكرة مثلا لو جينا بصينا على البوستات تلاقي مثلا ما بنتكسفش ابدا لما بنيجي نتكلم ان احنا كارهين ده وكارهين دي، وان في هنا ظلم ولا مظلوم، وان هنا في خذلان. الحاجات دي كلها بنقولها واحنا سعداء قوي بيها، ان احنا محبطين، ان احنا مكتئبين، ان احنا طب فين يا جماعة فين الحب؟ ليه ما بنعبرش؟ في اللحظة اللي انا بتكلم فيها دي، هل في اللحظة دي في مثلا أبهات كتيرة كده حضن أولادها، حضن بناتها، ولا هو بس كفاية عليه إن هو يصرف ويحط الفلوس وخلاص، لكن يحضن ابنه يحضن بنته؟ لا، ما ينفعش. طب في اللحظة دي في أخ كده بيقول لأخته أنتي حبيبتي، أنتي سندي، أنتي بعد أمي. طب في اللحظة دي في أم أو بلاش أم، طب الأخوات كمان، الأمهات أكيد بتحب أولادها وكل حاجة، بس في أمهات والله العظيم تبقى فاكرة إنها بس بتخدم، ده كفاية. لا، مش كفاية. الحب والطبطبة مهمين جدا، لكن إن أنا أخدم وخلاص لا، مش كفاية. على فكرة في رمضان أحب أقول لكم كان في مسلسلين كده فيهم مشهدين، مش هنقول أسماء المسلسلات، بس كل مسلسل كان فيه مشهد تاني يوم، بالرغم ان احنا في رمضان وصايمين او كان الكلام ده طبعا بعد الفطار وقاعدين مجهدين، بس قد ايه المشاهد دي اثرت فينا قوي. ليه؟ لانها كانت مشاهد عن الحب، عن الحنان. قد ايه ان احنا كلنا محتاجين الحب والحنان. محدش يقول خلاص ما انا بصرف وبدي وكفايه، لا ده مش كفايه. الصرف والفلوس مش كفايه، الصرف معاه حب وطبطبه هو ده الكفايه. انما ان انا ادي بوس كده